ليه كنت بتاخد دفتر؟ طبعا انا بتكلم عن الاقامه هنا في تركيا في سنه 2013 بالظبط. كنا احنا لما نيجي نعمل الاقامه والحاجات دي كلها كان الموضوع فيه منتهى الثقه ولذيذ وسهل وبسيط. كنت بتروح لاقرب اسم ليه علاقه بالعنوان بتاعك. طب العنوان بتاعك بتعمله ازاي؟ بتروح لصاحب الشقه وبتجيب عقد من المكتبه وتكتبوا انتوا الاثنين العقد، وبعد كده بتروح بيه. فبيديك دفتر ازرق شبه الباسبور كده صغير، وبيدبس لك فيه الصوره بتاعتك وبيكتب فيها العنوان بتاعك. وانت خارج من تركيا بيروح كاتب ان انت خارج من تركيا وبيختم التاريخ. وانت داخل تركيا نفس الحكايه. عايز اقول لكم اللي ما يعرفش ان الفتره دي في تركيا اصلا كانت معظم الحاجات ورقيه، لدرجه ان البطاقه اصلا كانت ورقيه وبتدبس برده فيها الدباسه اللي هي بتاعه الاتراك. وفي نفس الوقت بعد ما تخلص الورق بتاعك او مثلا تخلص البطاقه بتاعك تطلع تلاقي في ناس واقفه بره اللي هم بيغلفوا الورق. فاكرين الجو بتاع زمان ده؟ المهم ان انا عايز اقول لكم ان انا الدفتر ده او اللي هي الاقامه الاولى بتاعتي في تركيا في 2013 دي لسه معايا لحد دلوقتي. حاططها في شنطه بتاعت ماما الله يرحمها في مصر، لونها اسود كده، اسمها شنطه الذكريات. حاطط فيها بقى ايه اول ضرس خلعته، حاطط فيها كده جرايد غريبه كنت بحب ان انا احتفظ بيها. يعني لو حد فتح الشنطه دي فعلا هيلاقي حاجات غريبه جدا. بس ما اعتقدش ان انا لوحدي اللي بالموضوع ده، لان انا لاحظت في ناس كتيره جدا بتحب موضوع ان هي يبقى عندها شنطه ذكريات او بوكس كده معين يحط فيه ذكرياته. قولوا لي بقى مين بيعمل كده، مين لسه عنده شنطه الذكريات وايه الحاجات اللي هو حاططها فيها.